لو عاوز تعرف إيه هي عيوب عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو ده. في مثل بيقول الحلو ما بيكملش، وعشان كده اسمع الفيديو ده للآخر. على المدى القريب عملية تحويل المسار المصغر أكتر أمان من عملية تحويل المسار الكلاسيكي، وعلى المدى البعيد عملية تحويل المسار الكلاسيكي أكتر أمان من عملية تحويل المسار المصغر. إيه هي عيوب عملية تحويل المسار؟ جراحة غير قابلة للتعديل ما عدا عملية تحويل المسار المصغر، وعشان كده الغلطة بفورة. التسريب ونسبته 2%، ودي نسبة ضئيلة جدا جدا، وده عشان التطور الرهيب في الأدوات اللي بنستخدمها، وعشان بنعمل اختبار تسريب أثناء العملية. النزيف أثناء أو بعد العملية ونسبته 2%، ودي نسبة ضئيلة جدا جدا، وده عشان التطور الرهيب في الأدوات اللي بنستخدمها. ممكن يحصل عدوى بالجرح، وده نسبته ضئيلة جدا عشان بنستخدم المضادات الحيوية الوقائية قبل العملية والعلاجية بعد العملية. ممكن يحصل جلطة، ونسبتها ضئيلة جدا عشان بناخد حقنة السيولة قبل العملية ب 12 ساعة، وبعد العملية لمدة 5 أيام. بعض مضاعفات التخدير، وده نسبته ضئيلة جدا جدا، وده عشان بنستخدم نظام الإفاقة السريع بعد العملية إيراس Enhanced Recovery After Surgery. الترهلات، وده عشان وزننا بينزل بسرعة، وعشان كده لو مارسنا التمارين الرياضية يوميا مش هنحتاج لعملية الشد بعد العملية إلا لو كان وزننا كبير قوي قبل العملية. 3 حاجات لو ما التزمناش بالنظام الغذائي وما أخدناش الفيتامينات، أو لو العملية اتعملت بطريقة غلط: الضعف والهزال وفقر الدم، غممان النفس والترجيع المستمر، وزيادة الوزن مرة تانية. لو عاوز تعرف إيه هي باقي عيوب عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.